الحقيقه النهارده احنا بنحتفل، لكن يعني اقدر اقول مش عارفه افرح قوي واحنا حاسين ان حوالينا في كل مكان حروب ودمار وخراب. النهارده بنكرم فنان من فلسطين، استاذ غنام غنام، اهلا وسهلا. وبقول له يعني يا ريت توصل صوتنا، احنا كلنا هنا في مصر، واعتقد في كل الامه العربيه قلوبنا مع فلسطين الحبيبه. وطبعا هي مش فلسطين بس اللي بتمر بظروف صعبه دلوقتي، احنا شايفين اللي بيحصل في لبنان واللي بيحصل في سوريا، ومن وقت للآخر في ليبيا، في العراق، في السودان، في سوريا. يعني الحقيقة احنا في المنطقة العربية كلها يعني على سطح من الصفيح الساخن، فقلوبنا حقيقي موجوعة، ونفسي كلنا نوصل صوتنا للعالم كله. احنا الشعوب العربية تنادي بالسلام، السلام ثم السلام ثم السلام. احنا مش شعوب ابدا تنادي بالحرب. والحل بسيط جدا، حل الدولتين، يبقى في دولة فلسطين وتبقى برضه اسرائيل موجودة. الحل بسيط وممكن يحصل، ويا ريت العقلاء في العالم كله يضغطوا على هذا الشخص، هذا نتنياهو اللي في كل كلامه استعلاء وغرور ومناداة بالحرب. كل تصريحاته احنا هنقتل، احنا هننسف، احنا هنخرب، احنا هندمر، بيتعالى بما يمتلك من اسلحه وتكنولوجيا حديثه، لكن مهما مر الوقت لازم يفهم هو ومن يموله ومن على شاكلته ان الوطن العربي لن يرضى ولن يهدأ الا بقيام الدولة الفلسطينية. ربنا معاهم وقلوبنا معاهم، وان شاء الله قريبا نرى الخير باذن الله. شكرا.